بسهولة تجعلنا أمام إنسانيتنا، أن ما نقترفه من سوء ونحن نظن أننا ننتصر لرغباتنا لن يعادل لحظة المتعة ونحن نمارس فعل عاطفة نبيلة. بالإحساس النقي أو بالصدق بأعلى تجلياته يكمن الخلق وتطمئن القلوب وتنتصر الألوان. من جهة أخرى من نفايات الحياة سمعت حوارا لصبيتين متسولتين، البيضاء كالطحين تقول للسوداء كالفحم. حين خلقك الله أول مرة كان مجهولا فنساك قليلا في النار فاحترقت. تجيبها السوداء كالفحم: على العكس منك تماما يا أخيتي، حين خلقك الله أول مرة كان عجولا فأخرجك قبل النضج بقليل. ضحكت في سري وأنا أشخص التشابه والتطابق بين الصبيتين. الخالق هو المتفرد أبدا، أما الجينات فهي حسابات قد تخطئ. قد يتهمني البعض بالحماقة، لكني أؤكد وبحسم إن كل الفحوصات المختبرية التي أجريتها في مراحل مختلفة من حياتي أثبتت بأنني مفرط الحساسية، وأن تعاملي مع الأشياء فيه عاطفة زائدة. هذا لم يحزن أبي ولم يحزنني أنا أيضا. بسهولة أقول يستطيع الإنسان أن يتحسس القبح حين ينظر إليه من قبح ذاته، لكن من الصعوبة بمكان أن يتحسس الجمال لو لم ينظر إليه من جمال ذاته. هاتان الصبيتان كافرتان لا تؤمنان بوحدة التشابه أو بنقطة التناظر. كل شيء جميل لو نظرنا إليه بعاطفة نقية أو باعتدال منقطع.